السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض رقاق. الرقاق في البيت، يعني الرقاق الناشف. آه طبعا في ناس كتير بتشتريه من بره كتير جدا، لان في ناس ما بتعرفش تعمله، بس انا ان شاء الله بعرف اعمله. وبرده كل سنه بفتكر حماتي ان هي اللي علمتني اصلا طريقه الرقاق دي، ربنا يرحمها يا رب ويجعل مسويها الجنه يا رب باذن الله. ويجعله في ميزان حسناتها بجد. كل مره بعمله ببقى مبسوطه جدا جدا، وكل سنه بعمل الورق ده لازم افتكرها لازم افتكرها، وطول ما انا بعمله والله بقعد اترحم عليها كتير جدا. ربنا يرحمها ويرحم ابويا ويرحم اموات المسلمين اجمعين ويرحم حمايا يا رب باذن الله. فاحنا هنعمل رقاق مع بعض النهارده، طريقته سهله جدا جدا. هو يعني ايه، بياخد غلبه شويه، بس صدقوني والله لو جربتي تعمليه في البيت مش هشتريه تاني من بره. يعني انا بقالي اكتر مثلا من 4 5 سنين انا بعمله في البيت، ما يعني ما بشتروش من بره نهائي. فيلا بينا ندخل المطبخ ونشوف ايه. احنا حاليا في المطبخ. نروح بقى على الترابيزه ونشوف هنبدا نعجن العجينه مع بعض. هنبدا هنا نقول بسم الله. هنبدا كده. اول حاجه نعملها، انا معايا 3 كيلو دقيق. ماشي، انا كان عندي، هعمل 3 كيلو، كان عندي 2 كيلو وهعمل معاهم ده كيلو يعني زياده كان عندي. ماشي، فهنبدا ايه، نقول بسم الله كده اهو. في قلب الباسكت، ما ترميش بره. طبعا قطعت الفيديو لان كانوا ولادي يجننوني جنبي وعاملين بقى نزعق وكده، فقلت اكتم الصوت وابدا ان انا اقول لكم بقى بالظبط هنعمل ايه علشان محدش يتلخبط. كده انا حطيت ال3 كيلو دقيق وحطيت عليهم ذره ملح زي ما انتم شايفين كده اهوت، بتاع حوالي معلقه ملح كبيره يعني ممسوحه كده. بس وبدات قلبته كده. الرقاق الناشف ما بياخدش اي حاجه غير هو دقيق وسنه الملح اللي احنا بنحطها. وجنبي شفشق الميه بقى بزود ميه حبه حبه. طبعا شمرت بقى عشان ايه، ده الرقاق ده لازم نعجن فيه. هي عجينته ما بتبقاش طريه وما بتبقاش ناشفه، لازم تفك من ايديكي وتبقى ايه يعني ايه، لا ماسكه نفسها قوي ولا طريه قوي. لو طريه قوي هتاخد منك دقيق كتير جدا عشان تفرديها، ولو ناشفه قوي هتبقى صعبه معاكي جدا في الفرد. فهي العجينه بتبقى يعني لينه. انا بدات هنا هو ازود دقيق حبه حبه. طبعا انا هنزل على رخامه لان الطبق كان صغير على 3 كيلو. فما عرفتش ان انا اخد راحتي فيه كويس، لان زي ما قلت لكم مش بنزود ميه كتير، فلازم تبقي في مكان واسع عشان الميه تدخل، الدقيق يدخل جواه ميه كله يعني. ما يبقاش ايه فيه تكتلات مثلا او كده. انا بدات ارفع من تحت كده الاقي الدقيق لسه متكون تحت، فبدات احط ميه بحيث ان انا ايه افك الميه الدقيق اللي في الطبق من تحت. وهنفضل ندعك فيه بقى كده لغايه ما يعمل عرق، العرق اللي هو يبقى بيمط معاكي، وانا هوريكي في الاخر يبقى بيمط ازاي عشان الرقاقه تفضل مفروده وما تتقطعش مننا. طبعا عايزه اقول لكم اللي هيجرب والله يعمله في البيت. يعني ممكن بصوا، اول حاجه اول مره بتعملي اي حاجه بتبقى صعبه شويه، بعد كده بتلاقيها بتبقى سهله في ايديكي. هنا انا حطيته على الرخامه. زي ما انتم شايفين كده هو ملزق شويه، وشايفين انتوا واخدين بالكم انا بمط لكم كده بيمط. بيلزق شويه عشان انا ايدي والرخامه انا نزلتهم على الرخامه، وايدي لسه كان يعني ايه اللي انا بعجن بيها. لكن انا لو غسلت ايديا هتلاقوا العجينه اصلا فكه من ايدي. يعني لو تاخدوا بالكم ان العجينه، بصوا انا بعد ما هرفعها انتوا هتشوفوا العجينه اصلا كلها هي ماسكه ازاي. يعني انتوا بتقلكم ان هي انتوا حاسين ان هي ماسكه لازقه في الرخامه، لكن لا، بصوا انا ما شلتها هي اتشالت كلها. هي لو كانت ملزقه كانت مسكت في الرخامه، ما كانتش هترضى تطلع معايا كده. لكن هي بصوا واخدين بالكم هي بتفك من ايدي. بس انا طبعا اكيد اللي بيعجنوا كتير عارفين ان انت لما بتعجني بايديكي لازم تغسليها بقى وتنشفيها عشان تختبري العجينه، او بايدك التانية لو ما بتعجنيش بيها تختبري العجينه تكون ايه فكه من ايديكي، بتبقى فكه. فالموضوع ده ما يغركوش ان انتوا مثلا تلاقوها ملزقه تبداوا تحطوا دقيق، لا ما تحطيش. اغسلي ايدك بعد ما العجينه تلم معاكي وجربي العجينه، هتلاقيها هي فكت من ايديكي تماما. بتحطلهوش زيت ولا اي حاجه، هو ملح ودقيق فقط لا غير. وتزودي ميه لغايه ما العجينه ايه الدقيق ياخد معاكي، لان انا مش هعرف اقول لكم معيار دقيق لان كل دقيق بيختلف عن التاني. كده بدات رشيت دقيق بقى، رشيت دقيق وبدات ان انا اعمل عليه اكور العجينه زي ما انتم شايفين كده. هو ناخدها من الطبق، بصوا انا هوريكم كده باخدها كده وابدا اكورها قد مثلا البرتقانيه، مثلا برتقانيه صغيره مش الكبيره قوي،
عشان الرقاقية تطلع كبيرة قد الصينية، ولو طلعت صغيرة خلاص انت في بيتك كده كده انت بتظبطيه زي ما انت عايزة. انا خليت الرقاق يعني اللي هو قد الصينية مثلا ايه، زي صواني البيتزا الصغيرة دي. الرقاية حلوة يعني قد مثلا البرتقانية كده، هو العيش حاولي انت بقى تخلي ايدك معيار، اللي عايزة توزن براحتها بقى. لكن انا كنت عاملة ايدي معيار، يعني هو كده تقريبا لو تاخدوا بالكم ان كل الدواير كلها تقريبا شكل بعض. احنا بس اهم حاجة ترشي دقيق من تحت الحاجه اللي انت هتفردي عليها، لان احنا لازم نسيبه يريح. انا اهو زي ما انتم شايفين هو الكميه 3 كيلو هياخدوا معايا بتاع حوالي كيلو وربع دقيق فرد. هنا عندي جريلا انا بحطها بسوي عليها، يعني الجريلا دي انا سايباها لتسويه الرقاق، لشوي السمك، الكلام ده كله. بس طبعا بغسلها بين كل مره ومره كويس جدا. دي حاجه. بعدين انا بدات كملت بعد كده. الاول بس احنا بنسيب الرقاق خلاص قطعناه، حطيناه على صينيه اللي احنا هنعملها، حطينا رشينا عليها دقيق ورصينا الكور بتاعه الرقاق كده، نغطيه بس بحاجه مبلوله. يعني احنا ندي حاجه، يا اما نحط على وشه رشه دقيق ونغطيه بالكيس البلاستيك زي ما كده، يعني زي ما انا عملت كده برشه دقيق ارشها على الوش، واروح حاطه الكيس البلاستيك عليها، او قماشه اعصريها كويس قوي، تكون قطن، اعصريها كويس قوي وحطيه على وشه. ليه بقى؟ عشان لما تيجي تشيليه، لان انت لازم تسيبيه يريح مثلا على الاقل ربع ساعه، ربع ساعه. ليه؟ لان انت لو فردتيه في ساعتها يبدا يلم معاكي، لكن لو سبتيه يستريح الربع ساعه، اي عجينه تسيبها تستريح. لو عجنتيه في ساعتها تبداي تفردي تلاقيه يلم معاكي، لكن لو سبتيه يستريح الربع ساعه بعد العجن دي هتلاقيه سهل معاكي جدا جدا ان انت تفرديه، هتلاقيه بيفرد معاكي بكل سهوله، مش هيغلبي خالص. هنا بوريكم انا كنت عامله القهوه بتاعتي وبسوي على البتاع. انا السنه اللي فاتت انا كنت عملت الرقاق دون سويته في الفرن، برضو الفيديو موجود على القناه، لو كده برضو شوفوه. يعني انا كنت مسويه، قلبت الصاجه بتاعه الفرن وسويت في الفرن. السنه دي برضو قلت اغير واسوي على البوتاجاز، على الجريلا دي، والحمد لله كان كله بيفقفق كده زي بيبقبق كده، زي ما انتم شايفين، والسوا بتاعه كان ممتاز. بس اهم حاجه ان انت لو بتعملي على الجريلا طبعا في دقيق معروف، دقيق محطوط زي ما انتم شايفين كده. هو انا جنبي حته لازم بمسح الدقيق اللي هو ايه اتحرق على الجريلا، عشان ما يخليش الرقاقيه نفسها لونها مصفر ومش حلوه. وطبعا دي من الحاجات دي الحاجات اللي احنا لازم نخلي بالنا منها. هنا بوريكم ان انا بفرد ازاي على الرخام. انا كنت نسيت بقى طبعا، اتلخمت في السوا، نسيت اوريكم ان انا كنت بفرد ازاي. هوريكم واحده وانا هكمل بقيه سوا. هنا كده انا معايا اللي هي الفراده دي حلوه جدا جدا، فردت معايا حلو جدا. بتفردي حبه دقيق تحت وتحطي حبه دقيق فوق، وتبداي بالفراده تفردي، بتفرد معاكي بكل سهوله. ليه؟ عشان احنا سيبنا العجينه تستريح قبل ما نفردها، وبعد كده بتبداي ترفعيها بقى وتنفضيها من الدقيق. يعني اهو ببدا ارفعها بقى على العصايه، انا عندي العصايه برضو، برفعها انفضها من الدقيق وارصها واحطها كده. بصوا عشان النار عندنا انا عاليه قوي في الاول، بعد كده بدات اوطيها شويه، علي واوطي، بدات تظبطي انت الايه النار براحتك. لو هتعملي في الفرن، الصاجه بتاعه الفرن حطيها بالمقلوب، يعني اقلبيها، يعني مش تحت خالص، حطيها مثلا على الارضيه على البلاط كده اهو، بس اقلبي الصاجه بحيث ان هي الدقيق ما يبقاش ايه، تعرفي تنزليه، يعني بينزل في الحواف بتاعه الصاجه، لان انت لازم برضو هيبقى معاكي حته. بس انا بقى في الفرن كنت رابطه حته على قماشه وبمسح بيها، لان طبعا صهد الفرن ربنا يعافينا يا رب حامي جدا. فانا السنه دي قلت اعملها على البوتاجاز واوريكم الطريقه. انا كملت بقيه الرقاق بصراحه على مصفى، عندي مصفى عاليه كده قلبتها على المصفى، بدات اكمل ايه بصوا كده على خلصنا اهو المصفى. الحمد لله، بس بسم الله انا ما شاء نسيت الله، الله اصور لكم اكبر. بصراحه وانا 3 عاملاها كيلو على بس المصفى. الحمد لله، خدوا بس بتاع كيلو هي دقيق، دي كيلو الطريقه، وربع وبصوا دقيق شايفين شكله كده كان جميل فرد. جدا بصراحه بس انا وكان طبعا فرشه ممتاز. ملايه وحاطه بقى يا ريت ينشف، تجربوه حتى لو في وفي كيلو هو لسه هيعجبكم. طري هنا ده كان ونشف. فيه اللي هو طري، انا طبعا فردت ملايه وهويته عليه لانه بس انا لازم مش عايزه ينشف اكسره شويه. بقى، انا ده تاني يوم لسه الصبح طري، لسه ده لميته، يعني بينشف اهو، سبته بس طول الليل، وتاني يوم والاولاني ده الصبح نشف لميته اهو. كان كله. انا بوريكم بصوا هو حتى في وقتها كان بدأ يبقى محمص ما شاء ازاي. الله حلو جدا فجربوا اهو. جربوه حتى لو في كيلو دقيق او في نص كيلو دقيق، جربوا الطريقه، صدقوني ما تعملوا حاجه بايديكم هتعجبكم جدا جدا. وطبعا مع اخر الفيديو بتاعي ما تنسونيش بقى في اللايك والشير والاشتراك في القناه بس هو ده وتفعيل زر كان الفيديو الجرس بتاعي، عشان يوصلكم كل فيديو جديد انا يعني بنزله. والسلام جربوا عليكم اعمليه ورحمه حتى الله لو في وبركاته. كيلو.